السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد مع أخوكم محمد عمر. زي ما احنا عارفين كده من فترة شركة أوبو أعلنت عن سلسلة هواتف الأوبو رينو 8، ودلوقتي أعلنوا عن هاتفين ينضموا للسلسلة دي، أعلنوا عنهم في الخارج رسميا، وهما الأوبو رينو 8 تي والأوبو رينو 8 تي 5G. هاتفين مميزين جدا بسعر برضو معقول جدا ومغري. فتعالوا بينا نعرف كل حاجة عن الهاتفين دول، وخلونا نبدأ أول حاجة مع النسخة الأقل فيهم شوية في السعر وأقل في المواصفات إلى حد ما من التاني، وهو الأوبو رينو 8 تي. ال 8 تي ده بيجي بخامات من الزجاج، او تقدر تاخد كمان ظهر من الجلد مش شرط زجاج، مع فريم من البلاستيك. تصميم الهاتف ملفت قوي يا جماعه على فكره، وبالذات لو انت كمان خدت النسخه الجلد دي شكلها فانسي كده وحاجه محترمه. زي ما احنا شايفين تصميم الهاتف من الظهر الى حد ما شبيه من الريلمي 10 كده، العدستين موجودين منفصلتين كل واحده فيهم لوحدها وبارزه وشكلها واضح، ولكن هنا جاي بيكمل معاهم كده في التصميم تحت الكاميرات، قطعه بارزه كده بنفس لغه التصميم بتكمل تحت الكاميرات. تصميم الهاتف من الامام شاشة كاملة، في بيزل سميكة اسفل الهاتف زي ما احنا شايفين، وكمان في هول بانش اعلى شمال الهاتف. الهاتف هنا تقدر تحط له شريحتين 4G، وكمان تقدر تحط له كارت ميموري، مفيش اي مشكلة خالص. شاشة الهاتف هنا شاشة مميزة جدا يا جماعة، بتيجي من نوع اموليد بحجم 6.43 بوصة فول اتش دي بلس، بكثافة بكسلات 409 بكسل بير انش. شدة اضاءة الشاشة هنا 800 نتس، وكمان معدل تحديث الشاشه 90 هرتز. الشاشه هنا بتيجي عليها طبقه حمايه من نوع كورنينج جوريلا جلاس الاصدار الخامس، وزي ما احنا عارفين شاشات الاموليد شاشات مميزه جدا، الالوان بتاعتها بتبقى كويسه جدا وبتستمتع فعلا وانت بتشاهد المحتوى عليها. المعالج الموجود في الهاتف هنا هو معالج من شركه ميديا تك، وهو الهيليو جي 99، نفس المعالج الموجود في الريلمي 10، ونفس الشاشه تقريبا الموجوده في الريلمي 10 برضو. فالهاتف هنا تحس ان هو الريلمي 10 كده بس متنكر في اسم جديد. المعالج ده بيجي بدقه تصنيع 6 نانومتر، معالج موفر جدا في الطاقه وحاجه ممتازه، واداؤه جبار جدا جدا في الالعاب يا جماعه في الفئه السعريه دي. طبعا هاتف في الفئه المتوسطه وبيديك اداء فعلا جامد جدا. الذاكره المستخدمه هنا من نوع UFS 2.2، والرامات الموجوده هنا LDDR4X، يعني توليفه بتتلائم مع المعالج ومع الفئه المتوسطه، حاجه كويسه مش وحشه. ولكن هنا الهاتف بقى بيجي باحدث واجهه من شركه اوبو، وهي الكالر OS 13، وكمان بيجي باحدث نظام تشغيل اندرويد وهو الاندرويد 13 برضو. نسخة الهاتف المتوفرة دي 256 جيجا مع 8 جيجا رامات. ونروح بقى نتكلم عن الكاميرات يا جماعة، ونشوف هل هو فعلا الريلمي 10 بس متنكر في اسم جديد، ولا الكاميرات هنا فارقة والدنيا فارقه. لحد الان المعالج واحد والشاشه هي نفس الشاشه بتاعت الريلمي 10، ولكن هنا في الكاميرات بقى الكاميرات مختلفه، الكاميرات هنا اعلى بكتير من الريلمي 10. الكاميرا الاماميه هنا 32 ميجا بكسل بفتحه عدسه f2.4، ودي كاميرا افضل بكتير طبعا من الريلمي 10، وبتصور فيديوهات 1080 بي 30 فريم في الثانيه. وزي ما احنا شايفين الهاتف بيجي من ورا بثلاث عدسات او ثلاث كاميرات في الظهر. العدستين اللي احنا شايفينهم دول في منهم اللي تحت فيها عدستين مش عدسه واحده، الرنجين يعني الرنج اللي تحت دي فيها عدستين. الكاميرا الاساسيه هنا 100 ميجا بكسل بفتحه عدسه f1.7، 100 ميجا بكسل رقم كويس جدا طبعا. فتحه العدسه هنا فتحه عدسه واسعه f1.7، دي حاجه كويسه جدا وابجريد ممتاز جدا عن الكاميرات بتاعت الريلمي 10 طبعا. والعدسه الثانيه 2 ميجا بكسل بفتحه عدسه f3.3، ودي كاميرا مايكروسكوب. والعدسه الاخيره 2 ميجا بكسل بفتحه عدسه f2.4، ودي عشان العزل او البورتريه. وزي ما احنا شايفين هنا برضو مفيش عدسه وايد انجل، نفس الغلطه اللي موجوده في الريلمي 10، مفيش عدسه وايد انجل. والكاميرات الخلفيه برضو بتصور فيديوهات 1080 بي 30 فريم في الثانيه. ولكن هنا بقى في حبشتكنات الهاتف تغاضوا غلطه كانت موجوده في الريلمي 10، وهي ان الهاتف كان بيجي بسماعه واحده مونو. هنا تلاشوا الموضوع ده مع الشاشه الممتازه الاموليد، بيجي هنا معاه سماعات ستيريو ممتازه جدا طبعا عشان تشاهد محتوى بصوت حوالين منك كده وتبقى التجربه افضل في مشاهده المحتوى. الهاتف هنا بيجي فتح السماعات 3.5 مللي، والبصمه الموجوده في الهاتف هنا موجوده اسفل الشاشه مش على زر الباور ولا اي حاجه. والهاتف هنا بيدعم ال NFC. والهاتف هنا بيجي بلونين فقط، الاسود في النسخه العاديه الظهر الازاز، او اللون الاورنج في النسخه الجلد. طبعا دي حاجه مميزه جدا، تقدر تاخد الجلد او تقدر تاخد الازاز زي ما انت عايز. وزن الهاتف هنا 180 جرام. بالنسبه لحجم البطاريه هنا حجم البطاريه 5000 ملي امبير، بتدعم الشحن السريع عن طريق منفذ تايب سي، والشحن الموجود هنا 33 واط، نفس البطاريه ونفس المعالج ونفس الشاشه الموجودين في الريلمي 10. اداء البطاريه هنا اداء ممتاز جدا، تقدر تشحن معاك في ساعه وربع 75 دقيقه يعني. وبالنسبه لسعر الهاتف بقى هي نسخه واحده متوفره من الهاتف ده، نسخه ال 8 جيجا رامات مع ال 256 جيجا، ودي تم تسعيرها ب $365، اي ما يعادل تقريبا 11000 جنيه. ونروح بقى نتكلم عن الاوبو رينو 8 تي 5G، نسخه ال 5G، نشوف ايه الاختلافات عنها عن النسخه العاديه دي.
برضو خامات الهاتف وتصميمه واحد تقريبا، ولكن الالوان هتبقى مختلفه. ظهر الهاتف هنا من الزجاج مع فريم من البلاستيك، ولكن هنا مفيش منه نسخه جلد، هنا زجاج فقط. الهاتف هنا بقى تقدر تركب له شريحتين 5G زي من اسمه باين ان هو 5G مش 4G زي النسخه الاولانيه. وكمان الشاشه هنا مختلفه عن النسخه الاولانيه، هنا الشاشه كبرت شويه، بتيجي بحجم 6.7 بوصه فول اتش دي بلس بكثافه بكسلات 394 بكسل بير انش. شده اضاءه الشاشه هنا بتوصل لحد 950 نتس، ومعدل تحديث الشاشه هنا عالي برضو 120 هرتز. طبقه الحمايه الموجوده على الشاشه هنا مختلفه عن النسخه العاديه. طبقه الحمايه هنا اسمها دراجون تريل جلاس ستار 2. وهنا يا جماعه المعالج برضو مختلف عن النسخه العاديه. هنا تقريبا احنا هنا الهاتف مختلف تماما عن النسخه التي العاديه، يعني هو الاسمين يوحي لك ان الهاتفين واحد مع اختلاف طفيف، ولكن هنا الشاشه مختلفه هون فيها تحسين اكبر، وكمان المعالج مختلف. المعالج هنا بيجي من شركه كوالكوم وهو السناب دراجون 695 بدقه تصنيع 6 نانومتر، برضو معالج قوي جدا وموفر للطاقه. والمعالج الرسومي بتاعه هو الادرينو 619. الهاتف هنا بقى بتوفر بنسختين مش نسخه واحده، تقدر تاخد 128 جيجا او 256 جيجا مع ال 8 جيجا رامات. الرامات اللي موجوده LDDR4X والذاكره UFS 2.2 برضو نفس الهاتف الاولاني. والكاميرا السيلفي هنا 32 ميجا بكسل بفتحه عدسه f2.4 وبتصور فيديوهات 1080p 30 فريم في الثانيه. الهاتف برضو بيجيب 3 كاميرات في الظهر. الكاميرا الاساسيه هنا 108 ميجا بكسل، اعلى شويه من الكاميرا بتاعت النسخه العاديه بفتحه عدسه f1.7 برضو زي النسخه الاولانيه. والمستشعر هنا من سامسونج اسمه HM6، والعدستين التانيين زيهم زي اخوه النسخه العاديه مفيش اي تغيير فيهم. حجم البطاريه هنا مختلف عن النسخه العاديه، بيجي بحجم بطاريه 4800 ملي امبير، يعني ال 200 امبير فرقوا قوي معاهم يعني. ولكن هنا الشاحن اعلى بكتير 67 واط. والهاتف هنا برضو بيجي بلونين وهما الذهبي والاسود. واخر حاجه بقى بالنسبه لسعر الهاتف، النسخه ال 128 جيجا مع ال 8 جيجا رامات دي بتبدا من سعر $430 يعني حوالي 13000 جنيه مصري. والنسخه الاعلى ما تمش الاعلان عن السعر بتاعها، ولكن ممكن تبقى زياده $30 او $40 برضو. وزي ما احنا شايفين في ابجريد كبير عن النسخه العاديه. النسخه التي 5G دي اعلى من النسخه العاديه التي. زي ما احنا شايفين في فرق في الشاشه هنا افضل بكتير. والمعالج برضو في فرق في المعالج مختلف، وكمان فرق في سرعه الشحن، وفي فرق في الكاميرات. تقريبا الهاتفين مختلفين عن بعض في معظم الحاجات الجوهريه او الاساسيه اللي الناس بتبص عليها في الهاتف. فدي كل حاجه عن الهاتفين. قول لنا اي هاتف فيهم عجبك اكتر، ولو عجبك الفيديو بقى ما تنساش تعمل لايك للفيديو، تعمل سبسكرايب للقناه، وتفعل زر الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديوهات جديده على القناه ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. من دلوقتي الفيديو الجاي في حفظ الله.